السلام عليكم. معكم خلف الظلام. القصة الليلة وقعت لواحد الشاب في واحد الدوار قريب من إفران، وقصة بحال هادي كتخلي حتى الناس اللي ما كيامنوش بالرعب يرجعوا يفكروا مزيان. هاد الشاب كان سميتو سفيان كان طالب في الجامعة وجاي يقضي العطلة عند جدته في الدوار كان صغير بزاف، محاط بالغابة، وفي الليل كيسكت بطريقة مخيفة. أول ليلة وصل فيها جدته قالت ليه واحد الجملة غريبة: إلا سمعتي شي حد كيضرب الباب في الليل ما تحلش. سفيان ضحك وقال: علاش؟ الجن؟ الجدة ما ضحكاتش، غير شافت فيه وقالت: هاد الغابة فيها شي حاجة ماشي مزيانة. سفيان ما عطاش الموضوع أهمية. في الليل كان جالس كيتفرج في التليفون، الساعة كانت تقريبا 3 الصباح، وفجأة شي حد كيضرب الباب. سفيان حبس النفس، طرق كان بطيء وثقيل. جدته كانت ناعسة، هو بدا كيقول في راسو اكيد شي واحد من الدوار، ولكن من بعد سمع صوت مرا من برا: سفيان حل الباب وليدي. تجمد، حيت الصوت كان صوت امو ديالو. امو كانت في مدينة اخرى بعيدة. قرب للشباك بشوية، ولكن الظلام برا كان كتيف، ما شاف حتى حد. الصوت رجع: برد عليا، حل الباب. سفيان قلبه بدا كيدق بسرعة، تفكر كلام جديته، رجع اللور وما حلش الباب. وفجأة الطرق وقف، الصمت عم المكان. سفيان تنفس شوية، ولكن بعد ثواني سمع نفس الصوت جا من فوق السطح: علاش ما حليتيش ليا يا سفيان؟ هاد المرة الصوت كان غليظ ماشي طبيعي، بحال شي حاجة كتحاول تقلد صوت امو. سفيان تصدم، والخطوات بدات فوق السطح ببطء، بحال شي حد كيمشي عافي، حتى وقف المشي فوق الغرفة ديالو مباشرة. ومن بعد سمع خربشة في السقف بحال الأظافر. سفيان جرى عن جديته وصحاها مرعوب. ملي سمعت الصوت وجاها صفار، شداتو من يدو وقالت: ما تشوفش من الشباك مهما سمعتي. الصوت بدا كيضحك ضحك خفيف ولكن مرعب بزاف. ومن بعد سمعوا صوت هبوط قوي، بحال شي حاجة قفزات من السطح. الكلاب ديال الدوار كاملين بداو كينبحوا بجنون. جدو بدات كتقرا القرآن بصوت مرتعش. سفيان كان كيشوف الباب، وفجأة المقبض تحرك بوحدو، مرة، جوج، 3. ومن بعد سمعوا صوت تنفس من الجهة الأخرى ديال الباب، تنفس ثقيل وببطء، شي حاجة واقفة برا. وفجأة الصوت همس: راه واقف وراك. سفيان دار بسرعة، ما لقى حتى حد، ولكن ملي رجع شاف الباب لقى ظل تحت الباب، ظل طويل بزاف، وكأنه شي حد ما عنده حتى نهاية. وجدو غوت: غمض عينيك. سفيان غمضهم، وفي داك اللحظة سمع صوت صرخة مرعبة برا الدار. ومن بعد الصمت. الصباح طلع، سفيان خرج مع جدو، لقاو آثار رجلين كبار في الطين قدام الباب. لكن الغريب الآثار كانت غارسة في الأرض بعمق، بحال شي حاجة ثقيلة بزاف. سفيان رجع اللور وهو كيرتعش. الصوت ديال جداتو بقى كيتعاود من برا: حل الباب وليدي، برد عليا. ولكن هاد المرة كان كاين شي حاجة غريبة.
الصوت ما كانش بشري كامل، بحال إلا كيتقطع وكيخرج معاه صوت خشن مخيف. سفيان بدا كيبكي بالخوف، شد الحرز اللي عطاتو جداتو قبل ما تموت، وكان كيتذكر آخر جملة قالتها لي: إلا رجع الصوت عرف باللي راه لقاك. الطرق على الباب بدا كيزيد بقوة. طه طه طه. الحيوط بداو كيتهزوا، وفجأة سمع صوت الجيران كيغوتوا في العمارة، شي وحدين كيجريو، شي وحدين كيبكيو. ومن بعد الضوء تقطع في العمارة كاملة، غير الضوء الخفيف ديال القمر داخل من الشرج. سفيان قرب شوية للعين ديال الباب باش يشوف شكون برا، ولكن ما شاف حتى حد، غير الظلام. تنفس شوية وفجأة بانت عين وحدة كتشوف فيه مباشرة من الجهة الأخرى، عين سوداء وكبيرة بشكل مرعب. سفيان طاح اللور وهو كيغوت، وفي الثانية سمع صوت ضحك جداته، ولكن ضحك خيب ماشي ديالها. ومن بعد الصوت تبدل وولا غليظ بزاف، وقال: دابا نوبتك. الباب بدا كيتحل بوحدو بشوية. سفيان شد الحرز وبدا كيقرا اي حاجه حافظها من القران. الريحه مرات الشقه والبروده ولات قاتله، ومن الظلام اللي حدا الباب بان نفس الكائن طويل بزاف، ايديه طوال وعينيه سود، والوجه ديالو ما فيه لا فم لا نيف، غير ابتسامه طويله مرسومه في الجلد. الكائن قرب ببطء، وكل ما كيخطي خطوه كان الضوء كيطفى اكثر، حتى ولا الظلام كامل، غير عينيه باقين كيلمعوا. سفيان غمض عينيه وبدا كيغوت بأعلى صوته، وفجأة سمع صرخة قوية هزات العمارة كاملة. ومن بعد الصمت. الصباح الجيران عيطوا للشرطة، حيت باب شقة سفيان كان محلول والدار كاملة مقلوبة. ولكن سفيان ما كانش تما، اختفى بلا أثر، غير حاجة وحدة لقوها فوق السرير، الحرز القديم. وفوق الحيط كان مكتوب بخربشات سوداء: الباب تحل. ومن داك النهار كاين ناس في العمارة كيقولوا باللي في 3 الصباح كيتسمع طرق خفيف على البيبان، وكاين اللي سمع صوت مرا عجوز كتقول: حل الباب يا وليدي.